السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي الكرام. في هذا الفيديو الجديد، عائشة القذافي ترثي شقيقها بكلمات مؤثرة. نشرت عائشة القذافي كلمات رثاء مؤثرة بعد مقتل شقيقها سيف الإسلام. أعربت فيها عن حزنها العميق على إخوتها ووالدها ومعاناتهم من أجل ليبيا، ووصفته بأنه كان من ركائز العائلة والوطن. وفي منشور لها خلال الساعات الماضية عبر منصة إكس، أشارت عائشة القذافي إلى أن إخوتها واجهوا الرصاص بصدورهم وهم واقفون من أجل الوطن، وأن ما أصابهم كان ثمنا لمواقفهم، في نبرة تمزج بين الفخر والفقد والألم. ودعت عائشة القذافي إلى إعادة بناء الوطن كعزاء لشقيقها. من الجديد ذكره أن عائشة القذافي التي تعيش في سلطنة عمان منذ العام 2011 لم تحضر جنازة شقيقها سيف الإسلام القذافي التي أقيمت الجمعة في مدينة بني وليد غرب ليبيا، حيث شيع آلاف الأشخاص الجثمان وسط إجراءات أمنية مشددة وحشود من قبيلة القذاذفة والورفلة. وأقيمت الصلاة في ساحة مطار بني وليد بعد نقل الجثمان من الزنتان ودفن في مقبرة المدينة. وقتل سيف الإسلام القذافي في عملية اغتيال مثيرة للجدل. وأعلنت عائلته في 3 فبراير وفاته بعد تعرضه لإطلاق نار على أيدي مسلحين مجهولين داخل منزله في مدينة الزنتان، ما أثار صدمة واسعة في ليبيا وخارجها. وقد فتحت النيابة العامة في طرابلس تحقيقا رسميا في اغتياله، وأكدت أنه قتل متأثرا بطلقات نارية، وما زالت التحقيقات جارية حول الجهة المسؤولة والدوافع. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنته. شكرا لكم جزيل الشكر.